عارف إيه هو الفرق الحقيقي بين الشغف والإدمان؟ السر كله في هرمون واحد، الدوبامين. الدوبامين هو البنزين اللي بيحرك عقلك، بس الطريقة اللي بتحصل بيها عليه هي اللي بتحدد مسار حياتك. في طريقتين للحصول على الدوبامين: الاستهلاك، زي السوشيال ميديا، الأكل والفرجة الكتير، وده بيتحول مع الوقت لإدمان. الإنتاج، زي إنك ترسم، تذاكر، تبني مشروع، أو حتى ترتب غرفتك، وده هو اللي بنسميه الشغف. ليه الشغف بيموت؟ لأننا غرقنا في الاستهلاك السهل، فعقلك ما بقاش عنده طاقة ينتج عشان يحس بالسعادة. لو عايز ترجع شغفك، اقطع مصادر الاستهلاك فوراً. جرب تقفل جوالك 3 ساعات وتواجه الفراغ. عقلك بيفضل الاستسهال، بس روحك بتنتعش بالإنتاج. جرب حاجات جديدة، خياطة، رياضة، قراءة. ما تخافش من الفشل، خاف من الثبات. أشوفكم الفيديو الجاي.